هنا بقى كان عندي ليا، عندي يعني في التلاجة ليا ضاني، فانا بحب اقطعها برضو احطها في الاكل، بحطها بقى في المحاشي، بحطها في الباميه كده يعني، بتطعم الاكل وتديله ريحه وطعم حلو. والليا دي على فكره صحيه جدا كمان عن السمنه واي سمنه. بس كده ان انا اقلب فيها قبل ما احط لها التومه. هنا برضه هنشوف اللحمه. انا قليت بتنجان اهو. الشوربه عامله ازاي ما شاء الله. بصوا الشوربه نضيفه بيضه زي الفل. طبعا انا بشيل من عليها الريم كله، شيلت انا الريم كله اللي عليها. الشوربه هنا طبعا بقى معايا اللي هنزل عليها بتومه. انا فرمه توم هنا، انا فرمه توم وفرمه اعملها برضو دقه، بس دي بحطها قبل الباميه يعني ايه، في نص الباميه، في نص السوا كده يعني. هنزل بس كده بمعلقه الثوم. في ناس بتعملها ببصل يا جماعه، بس انا لا، هي الباميه معروفه انها بتوم. ماما الله يرحمها كانت دايما تعملها بتوم. اعرف ناس كتير قوي بيعملوها بالبصل، بس انا على طول بعملها بالثوم طول عمرنا يعني. ماما الله يرحمها هي اللي كانت معلمانا كده، ربنا يرحمها. خلي التومه بس تصفر كده وانزل عليها الطماطم. رش عليها رشه فلفل اسود، مش هكتر يعني، انا حاطه ايه بس كده حاجه بسيطه. اغطي بقى عليها ونحشي بقى البتنجان بالخلطه اللي احنا عاملينها، وارجع لكم تاني.